التمر ب 100 هو 120 ب 100 اصلي. ايوه اصلي يمني. الهيل هذا رقم واحد ب 140. السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله ناخذكم معايا في جوله المحلات اللي كتباع فيهم الهدايا بالقرب من المسجد الحرام، وتحديدا في شارع ابراهيم الخليل. حنا الان متواجدين في شارع الهجره في مسفاله، وهذه الطريق اللي كدينا مباشره للمسجد الحرام. على طول هذه الطريق غتلقاو العديد من الفنادق. بالنسبه للناس اللي كيتواجدوا هنايا ممكن يمشيو للمسجد الحرام على رجلهم، فالمسافه ماشي بعيده بزاف. وهذه القنطره اللي كتوصل شارع ابراهيم الخليل على مسفاله. كاينه هنا فندق فلسطين اللي مشهور بزاف، هو اللي خلينا على يدنا الشمال. ومكه ما شاء الله اي مكان مشيتو الا وكتلقاو ساحات الحمام، وكتلقاو الناس كيعطيوهم ياكلوا وكيتصوروا. فاحنا كنخليو القنطره مورانا وكنمشيو في اتجاه المسجد الحرام. فعلى طول هذا الشارع غتلقاو العديد من المحلات اللي كيبيعوا الهدايا. كاينه الاتواب، كاينه التسابح، اي حاجه احتجتوها ديوها هدايا معكم او تذكار من هنا الا وهتلقاوها على طول هذا الشارع وباثمنه اللي جد مناسبه. كاينه بعض المحلات اللي كيبيعوا كل شيء بجوج ريال سعودي كيساوي تقريبا 3 دراهم، فجوج ريال كتساوي 6 دراهم مغربيه. فقبل ما نبداو الجوله ديالنا، لاول مره كيشاهد القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركه الله. على طول هذا الشارع غتلقاو العديد من المحلات اللي كيبيعوا الاتواب، وخصوصا الجوهره اللي كيديوها المغاربه. بالنسبه لمتوسط سعر الجوهره 80 ريال، تقريبا 240 درهم مغربيه. واغلب المحلات اللي كيبيعوا الجوهره كيكونوا كيعرفوا يحسبوا حتى بالدرهم المغربي. كيتباعوا هنا كذلك العبايات وبثمن اللي كيكون مناسب، غير هو دائما تشطروا معاهم. فيقدر يقول لكم اول ثمن 120، واذا شطرتوا معاهم ينزل لكم حتى 80 ريال. كاينه هنا عدد كبير د المحلات اللي كيبيعوا الهدايا وقنيدرات، بحال هذا معرض النسيم كيبيع قنيدرات بين 50 و 80 ريال. كاينه كما كتشوفوا هنايا كلشي بجوج ريال اللي كتساوي تقريبا 6 دراهم. فندخلوا ونشوفوا شنو الاشياء اللي كتباع بجوج ريال. اول حاجه كاينين هنا التسابح بالانواع والاشكال ديالهم، كلهم كيعملوا جوج ريال. بالنسبه لهاد التسابح كاينه بعض المحلات اللي كيبيعوهم ب3 ريال. بالنسبه لهادو اللي في البواطات هادو كاينه اللي كيديروا ب3 ريال وكاينه اللي ب5. كاينه هادو فيهم غير 7 ديال الحبات، هادو كيكونوا ديال الطواف او التسعي. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيديروا العمره باش ما يغلطوش في الاشواط كيشريو هادو اللي كيكونوا فيهم 7 الحبات كيحسبوا بهم. وهنا كما كتشوفوا كاينه انواع كثيره ديال التسابح. كاينه بحال هادو براسليات د اليد، كاينين هاد التسابح اللي فيهم 33 حبه، وكاينه اللي فيهم 100 حبه، وكلهم بنفس السعر، كلهم بجوج ريال اللي كتساوي 6 دراهم مغربيه. كاينه هنا بورتقليات، هادو دايرين جوج ريال، تقريبا كتجي 5 دراهم ونص. حنا في المغرب راه كيتباعوا نفس الشيء 5 دراهم تقريبا، غير هنايا كتاخذوا فيهم ديك الديكور ديال الكعبه او ديال المدينه. كتبان شي حاجه اللي كادو من مكه او المدينه. كما كتشوفوا هنايا كاينين هادشي ديال المقبطات، الخلايل، بندوات، كاينه الالعاب كذلك الدراري، وماشي كلشي بنفس السعر. اغلب الاشياء اللي كتباع هنا كتكون بجوج ريال، وكاينه بعض الاشياء اللي كيكون الثمن ديالها زايد بحال ديك الديكورات. كاينه هاد الكيسان هادو 6 كيعملوا ب10 ريال اللي كتساوي 30 درهم، وكاينه اللي كيديروا واحد بجوج ريال اللي كتساوي 6 دراهم. كاينين هنايا ديكورات ديال الطيسان ديال القهوه، كاينه ديكورات بحال هيدا كيسان ديال الشمع. كاينين هاد السواني هادو هاد الصغارين كيديروا فيهم التمر او كيديروا فيهم فواكه جافه، هادو دايرين 3 ريال اللي كتساوي تقريبا 9 دراهم. وكاينه هاد الكبارين هادو. فكما كتشوفوا كاينه اشكال كثيره. كاينين هنا هاد العطور هادو اللي كيجيبوهم كادوات دايرين حتى هما 2 ريال، غير هادو حاولوا دائما تشموهم. كاينين اللي الريحه ديالهم زوينه، وكاينه بعض الوحدين الريحه ديالهم ماشي زوينه نهائيه، كتكون الريحه ديالهم شويه قاصحه بحال هذا مسك المدينه هذا زوين. وكاينين هادو هدايا كتكون المسك في قريعه ومسك جامد، والتسابح حتى هادو دايرين 2 ريال. فكتكون هدايا اللي رمزيه، وفي نفس الوقت الناس اللي عندهم يعني الحباب كثارين فهادو كيكون السعر ديالهم مناسب، ممكن تاخذوا منهم اعداد اللي كثيره.
كاين هاد الزيت ديال دابر امله، هذا داير 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم، وكاينه اللي كيديروا ب20 ريال على حساب الجوده د كل واحد. هادو الطواقيت هما دايرين 2 ريال الوحده اللي كتساوي 6 دراهم. كاينه اشياء كثيره داخل هاد المحلات. هنايا هادو دبلجات خصوصا كيديوهم الهنود، معروفين بهاد الدبالج بحال هيدا. هادو راه تلقاو 3 مشروكين مع بعضياتهم، راه كدير 2 ريال لكل وحده، يعني اذا لقيتو 3 مع بعضياتهم راه 6 ريال. وكاينه اللي كيكونوا مجموعين بحال هيدا، اللي رقاقين راه كيكونوا 2 ريال كاملين، واللي كيكونوا عراضين شويه بحال هادو راه 2 ريال الوحده، يعني 4 ب8 ريال. كاينه حواله، كاينه خواتم، اكسسوارات كاملين هتلقاوهم تقريبا بنفس الثمن، ولكن الجوده ديالهم جوده اللي عاديه. الحوالق او الخواتم او البراسليات اللي كتكون جوده ديالهم احسن كيكونوا من 10 ريال فما فوق، من 30 درهم. وانتم طالعين في الثمن على حساب الموديل ديال كل حاجه وعلى حساب الجوده ديالها. كما كتشوفوا هادو تا هما ب2 ريال، هادو عاديا بنيتات صغار. وهنا كاينين التسابح كذلك، اشكال كثيره ديال التسابح وموديلات بالوانات مختلفه، وكما قلت لكم كاملين كيعملوا نفس الثمن، سواء ديال 100 حبه او ديال 33 حبه. وهذا محل تاني عنده اشياء كثيره، محل كبير بزاف فيه 2 طوابق. غنبداو بالبخور والعطور. كما كتشوفوا هذا بخور بنت العرب، كاينه هذا البخور هذا ديال روائع الريف. كاينه انواع كثيره ديال البخور. بالنسبه لهاد الطويصات هادو دايرين 5 ريال اللي كتساوي 15 درهم مغربيه، وكاينين هادو دايرين 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم. هذا صراحه ما عرفتش هاد الطاسه شنو فيها، فيها بحال كويرات، ما عرفتش صراحه واش الماكله ولا حتى هو بخور، الله اعلم. كاينه هذا البخور هذا اللي قلت لكم ب10 ريال. كما كتشوفوا انا فتحته لكم. كاينه اللي كيجيو بحال هيدا بخور اللي رقيق، وكاينه اللي كيجي طريفات اللي كبارين. انواع كثيره د البخور هنايا. هذا رمال والذهب، غير هو دائما شموهم قبل ما ديوهم. كاينه البخور اللي الريحه ديالو زوينه، وكاينه اللي كتكون الريحه ديالو قاصحه بزاف. هادو اللي في كراطن هادو كلهم تقريبا دايرين 10 ريال، وكاينين اللي كيديروا 25 ريال، وكاينه اللي الثمن ديالهم اغلى من هذا الثمن، فعلى حساب النوعيه وعلى حساب الجوده. كاينين هنا هادو كما كتشوفوا حتى هادو راه بخور هنا، وكاينه انواع كثيره ديال العطور هنشوفوها مع بعضياتنا ونشوفوا الاسعار ديالهم. بالنسبه لهاد البخور هادو دايرين 25 ريال اللي كتساوي 75 درهم مغربيه، وكاينه اللي دايرين ب 35 ريال اللي كتساوي تقريبا 100 درهم مغربيه. هادو الديكور ديالهم كيجي زوين، وحتى البواطات ديالهم الديكور ديالهم زوين. اذا بغيتوهم هدايا مميزه شي واحد اللي عزيز عليكم، فكاينه انواع كثيره د البخور هنايا تبارك الله. عندهم ستوك اللي كبير، سواء في الرخيص او في الغالي، كيبداو تقريبا من 5 ريال حتى ل 35 ريال، كاينه حتى ل 50 ريال على حسب النوعيه ديال كل حاجه. كاينين هاد القريعات هادو ديال مسك الطهاره دايرين 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم. وكاينه انواع كثيره ديال العطور هنايا ود المسك، ولكن مسك الطهاره معروف وبزاف الناس كيبغيوه. كاينه القريعات اللي كبارين كيديروا ب 80 ريال، كيكون اصلي مكتوبه فيه اصلي. وكاينه هنا هاد القريعات اللي صغار. كاينه هنا العطور بجميع الانواع ديالها. كاينين بعض العطور اللي عاملين عليهم 5 ريال تخفيضات، ولكن حاولوا تشموهم. بالنسبه لهاد القريعات هادو اللي صورت لكم فيهم بيض والكحل، الديكور ديالهم زوين، ولكن العطور ديالهم صراحه ماشي زوينه، قاصحه بزاف. كاينه اللي ب10 ريال اللي كتساوي 30 درهم، وكاينه اللي دايرين لهم 5 ريال اللي كتساوي 15 درهم. فبالنسبه للناس اللي عندهم الحباب كثارين وبغاو هدايا اللي باثمنه مناسبه، هتلقاو هنا عدد كبير د الهدايا، سواء في العطور او في البخور او في هادشي ديال المسك. اسعار ديالهم جد مناسبه. كاينه هنا مسك الطهاره قريعات اللي صغارين مره، هادو دايرين 5 ريال، واللي وريتكم الاولى كبارين شويه دايرين 10 ريال. وكاينه بحال هاد البواطه هذه اللي كيكون فيها 12 حبه، هذه كيكون ب5 ريال الوحده. كتاخذوا بواطه فيها 12 حبه. كاين هاد مسك صبايا، هذا كيدير 5 ريال بواطه فيها المسك، وكاينه اللي كيديروا ب10 ريال على حساب النوعيه. كاينه هاد السواني بالكويسات ديالهم صغارين، وهاد الابريق هذا قال بانه نحاس ما كيتبدلش، دايرين له 100 ريال، وخداوهم الناس في المدينه ب 80 ريال. عليها كنقول لكم دائما حاولوا تشطروا في الاسعار، واخا يقول لكم 100 ريال حاولوا تنزلوا لهم السعر. كاين هاد العطور هادو دايرين حتى هما 10 ريال. فهاد المعرض كبير بزاف، فيه المكياج، فيه هادشي د العطور، البخور، كاينه العبايات، الملابس، الاحذيه، فكاينه اشياء كثيره. فحاولت نصور لكم الجانب الخاص بالبخور والعطور.
فهنكملوا الجوله ديالنا داخل السوق ونشوفوا باقي السلع اللي كاينه كذلك السجاد. فالسجاد موجود، هو اكثر حاجه هتلقاوها داخل هذا السوق، كياخذوه الناس بزاف كضوات، والاسعار ديالو كتبدا من 10 ريال وانتم طالعين على حساب الجوده ديال كل حاجه. فكاينه اشياء كثيره ممكن تقتنيوها من هذا السوق. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الديكورات، كاينه اشكال كثيره ديال الديكورات، سواء ديال الكعبه او برج الساعه او ديال المدينه المسجد النبوي. بحال هذا الديكور هذا داير 35 ريال اللي كتساوي تقريبا 100 درهم مغربيه. اللي كبارين كاينه اللي داير ب 50 ريال. هذا اللي كنعت عليه هذا المسجد النبوي داير 85 ريال اللي كتساوي تقريبا 230 درهم مغربيه. فديكور اللي زوين، غيحاولوا دائما تشطروا في الاسعار، راه كينقصوا الثمن عادي، تشطروا على راسكم وهتاخذوا الحاجه اللي تعجبكم بثمن اللي مناسب. كاينه هاد الديكورات كاملين زوينين ومميزين. بالنسبه للحجم ديالهم راه ماشي كبير، كنحاول نشبر لكم الحاجه في يدي باش يبان لكم الحجم الحقيقي. كاينه هنا هاد القريعات هذوك ديال مسك الطهاره، كيكون الاصلي الثمن ديالو كيكون بين 80 ريال حتى 100 ريال. بالنسبه لهاد البراسليات هادو دايرين 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم مغربيه. التابع عنده كذلك داير لهم 2 ريال. بالنسبه للخويتمات داير لهم 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم مغربيه. كاينه اشكال كثيره د الخويتمات. بالنسبه للحجار ديالهم صراحه الحجار اللي زوين وكيلمع بزاف. اما بالنسبه للبلاكيور ديالهم فما عرفتش الجوده ديالهم واش ممتازه ولا لا، ولكن عموما موديلات اللي زوينه والثمن ديالهم مناسب. هاد البراسليات حتى هما دايرين 10 ريال، والخواتم كما صورت لكم في الاول كلهم 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم. وهذا اخر محل غنصوروا فيه اليوم، واللي حتى هو كيبيع اشياء كثيره ممكن تاخذوها هدايا وتذكار. من هنا كاينين بحال هاد المرايات هادو زوينين صراحه، فيهم الديكور ديال المدينه المسجد النبوي، وفيهم ديك النجيمات هادو دايرين 10 ريال الوحده اللي كتساوي 30 درهم. خواتم اللي شفتو حداهم الزواج حتى هما دايرين 10 ريال للوحده. عجبوني انا صراحه هاد المرايات، جاو زوينين وشي حاجه اللي مميزه او فيها ديكورات من المسجد النبوي او من المسجد الحرام، شي حاجه اللي تبقى تذكار من هذا المكان. وعد المرايه يعني كتستعمل دائما هتجبدوها وهتذكروا بها العمره ديالكم. كاينين هنا التباح دايرين لهم 3 ريال في هذا المحل. بالنسبه للساعات الاسعار ديالهم كتختلف، كاينه اللي ب 30 ريال، كاينه اللي باكثر وكاينه اللي اقل. هادو حواله كما كتشوفوا. بالنسبه للبلاكيور موجود، وفي اي محل دخلتوها تلقاو بلاكيور موجود وبكثره. بالنسبه للشرتلات كيتباعوا ديك 7 مع بعضياتهم، كدير وحده، كل براسلي كيدير ب 10 ريال. مزونين بزاف صراحه وموديلات ديالهم زوينين. بالنسبه للبلاكيور كما كتشوفوا راه موجود، هادو دايرين 10 ريال، سبق لي صورت لكم في المحل اللي فات. وهادو هما الشراتل، كيجي فيهم الدق قريب للذهب، وموديلات ديالهم زوينين، وحتى البلاكيور ديالهم زوين. هادو كاينه اللي ب 10 ريال، كاينه اللي ب 15 ريال الوحده، وكاينه اللي تبع 20 ريال. هادو ماكن هادو عاديين صراحه، ماشي شي حاجه اللي زوينه، خصوصا هادو اللي فيهم اللوانات. ونشوفوا اخر قسم معنا في هذا الفيديو. بالنسبه لهذا السوق راه سوق اللي كبير بزاف، تقريبا 3 الشوارع كلهم محلات. فاذا جيتوا لهنا تلقاو محلات كثيره اللي ممكن تقداو منها، فحاولت نصور لكم شويه من كل جهه. بالنسبه للثواب والسجاد والعبايات هنعمل لكم ان شاء الله عليهم فيديو خاص. فاذا كنتم مستمرين معنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونكملوا الجوله ديالنا. بالنسبه لهذا المحل هذا خدينا من عنده بزاف د الحاجات. كنا حنايا جروب بينا الناس اللي نازلين معنا في لوطيل، مشينا واحد النهار مع بعضياتنا وتسخرنا من عنده بزاف د الحاجات. فلهذا ولا بحال اللي كيعرفنا يعني ملي كنجيو كينقص لنا الثمن. عليها كنقول لكم دائما تشطروا، هما اول مره كيطلبوا ثمن شويه طالع، فعلى قد ما قدرتوا تشطروا معاهم مزيان. الزعفران بين 10 و 15 ريال، والقرنفل عامل 80 ريال الكيلو. الهيل هذا رقم واحد ب 140، اللي كنت ب 130، وفي رقم 2 ب 120 زيد نطيب. من الاخر هذا ب 204 اللي ب 200 الاخر 280. الحبه السوداء 100. طيح لك انت 10 20 عادي. اوكي هذه الحبات السانو يكسب منها، وهذه 120. اللبان المر ب 100، هو 120 ب 100 اصلي. ايوه اصلي يمني، هو ب 120 كمان. وهذا ب 140 الحلو. وش الحلو؟
وهذا البخور الجاوي فيه ب80 فيه ب60. فكما لاحظتوا اي ثمن كان كيقولنا كيولي ينقص منه، فلهذا حاولوا تشطروا على راسكم في اي حاجه خديتوها. انا صراحه ما كنفهمش في هادشي البخور مزيان، عليها كنت كنقول له قول لي الاسماء ديال كل حاجه، عاد قول لي السعر ديالها. قلت له باللي هنصور باش ناخذوا فكره على الاسعار وعلى المسميات هذا الشيء البخور كامل. فكانت هذه هي الجوله ديالنا لهذا اليوم في سوق الهدايا. بالنسبه لهذا البخور هذا اللي في بواطاس قال لي 5 ريال، ولا قال لي نخليه لكم غير ب 3 ريال. فالاسعار كلها كتولي تنقص، غير تشطروا على راسكم. هذا قال لي ب20 ولا قال لي غير 15. كانت هذه هي الجوله ديالنا في سوق الهدايا في شارع ابراهيم الخليل بالقرب من الحرم المكي. كنتمنى ان هذه الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم، فما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في جولات قادمه داخل مكه المكرمه.